السلام عليكم يا أحلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. حبايب قلبي، النهاردة هنعمل مع بعض كده حاجة سهلة وسريعة تاكلوها جنب كوباية الشاي. بتبقي محتارة كده، عايزة حاجة كده تدفيكي، عايزة حاجة كده تشربي بيها الشاي بتاعك الصبح، مش لاقية. تعالي بقى أقولك على الاختراع الجميل ده اللي في نص ساعة هيكون جاهز معاكي، وبمكونات سهلة جدا وبسيطة، ومش عايزة أقولكوا بيدوب دوب كده من غير تخمير ولا غلبة ولا وجع دماغ. هتطلعي الجمال ده. يلا نقول بسم الله ونبدأ طريقتنا. أول حاجة هنزل ب3 كوبايات من سميد البسبوسة أو دقيق السيمولينا. أهم حاجة دقيق البسبوسة ده يكون ناعم معانا، مش عايزينه خشن، ولو خشن ناخده كده طحنتين في المطحنة. هنزل عليه بكوباية من الدقيق العادي منخولة كويس، معلقتين كبار من ريحة الكحك أو بهارات الكحك، 3 معالق كبار من السكر البودرة، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر. هقلب كل المكونات دي كده مع بعض زي ما احنا شايفين. بالنسبة لريحة الكحك أو بهارات الكحك، لو مش متوفرة عندك ممكن تستبدليها بأي نكهة تانية انتي حباها. عايزة تستبدليها بالشمر واليانسون المطحون ممكن قوي، يعني عندك البدايل. اهم حاجة تطلع معانا كحكاية جميلة، ومش عايزة اقولكوا طعمها. انا هنا معايا كوباية من الزبدة. الزبدة لازم تكون بدرجة حرارة المطبخ زي ما احنا شايفين، يعني لا تسخنيها ولا تفكيها. ولو عايزة تستبدلي الزبدة بالسمنة مفيش مشكلة. يعني انا هنا جبت الزبدة بتاعتي بدرجة حرارة المطبخ، وبدأت اغلف بيها الدقيق بتاعي كويس جدا زي ما انتوا شايفين. هقعد كده افرك الدقيق بايديا لحد ما يتغلف كله تماما بالزبدة او السمنة اللي انا حطيتها. شايفين؟ هجيب بقى انا هنا كوباية من المية الدافية، هحطها جنبي كده، وهبدأ انزل تدريجي واحدة واحدة كده، والم العجينة شوية شوية. ما انزلش بكوباية المية كلها لان ممكن قوي ما تحتاجش الكوباية كلها. هقول لكم ازاي نعرف ان العجينة كده تمام معايا وان هي جاهزة ان انا اشتغل فيها. لما العجينة تتشكل معايا، لما الاقي العجينة تبقى سهلة التشكيل معايا، يبقى هي كده تمام. زي ما احنا شايفين بنزل بالمية شوية شوية علشان ما تتحطش كلها مرة واحدة وتبوظ لي الدنيا. ومش عايزة اعجن فيه كتير، انا بلم كده. لو تلاحظوا انا يدوب بلم كده على بعضه لحد بس ما الاقي المية اختفت، واشوف العجينة محتاجة كمان ولا لا. شوية كمان، وبدأت برضو بملمس ايديكي كده تحسي العجينة بتاعتك اذا كانت محتاجة ولا لا. وطبعا ان دقيق البسبوسة ده بيبقى جامد شوية عن اي دقيق تاني، فنخلي بالنا واحنا بنحط المية عشان ممكن عينينا تخنا ونقول لا ده محتاج ونتن نزود في مية، طبعا خلاص يبوظ مننا. شايفين؟ انا كده بقى هختبره، وهبدأ امسك قطع اشوفها هل هي كويسة في التشكيل معايا ولا لا. خد مني قد ايه؟ تقريبا خد مني كوباية الا ربع من المية، يعني ما خدش كوباية المية كاملة. المقدار ده خد معايا كوباية الا ربع من المية، وطلع مظبوط معايا جدا. شايفين العجينة بتاعتي لميتها بقى كده، وخدت القطعة حاولت ان انا اشكلها. طبعا اتشكلت معايا كويس جدا، لا بتلزق في ايدي ولا بتشقق، يعني لا هي طرية قوي ولا ناشفة. شايفين؟ وبتنتنى وبتتفرد معايا اهي. خلاص هي كده تمام. هركنها بقى واغطيها. اهم حاجة علشان العجينة ما تنشفش معايا، عشان دقيق البسبوسة من الدقيق اللي بينشف بسرعة. لحد ما احضر الحشوة بتاعتي، انا هنا معايا نص كيلو من العجوة. العجوة بتاعتي طرية جدا، لو انتي حابة تحشي بيها كده زي ما هي مفيش مشكلة خالص، ممكن قوي. وانا حشيت معاكم بيها قبل كده، وكانت علشان هي طرية فما احتاجتش مني اي حاجة. بس انا النهاردة هضيف لها قطعة صغيرة من الزبدة او السمنة المتاح الموجود عندك، وممكن كمان تحطي عليها شوية قرفة لو انتي حابة، شوية سمسم لو انتي عايزة التست بتاعها يبقى عالي بقى، شوية سمسم كده مع القرفة وهيبقى طعمها خطير. هعجنها وهبدأ بقى انا اعملها
كور كده صغيرة على قد الكحكاية اللي انا هحشي فيها. شايفين؟ ببدأ كده اجيب طبق جنبي وببدأ اشكلها عشان ما تغلبنيش، يعني تبقى جاهزة قدامي. بجهز الحاجة بتاعتي كده كلها الاول. هعمل كمية العجوة بتاعتي كلها خلاص كده. هبدأ بقى اشتغل في الكحك بتاعي. هجيب بقى العجينة اللي انا مغطياها وهبدأ اشتغل. الصواني بتاعتي جاهزة. طبعا الصينية هنا مش هدهنها اي حاجة، الصينية مش هدهنها اي مادة دهنية. جبت قطعة من العجين المقاس اللي انتي حباه بقى، وهفردها كده بالراحة. العجينة لينة معايا وجميلة جدا، شايفين؟ وهجيب قطعة العجوة هضغط عليها شوية كده عشان احطها جوه العجينة، وهلم عليها الجوانب زي ما احنا شايفين كده علشان اقفلها من تحت. شايفين؟ بتتقفل معايا كده بسهولة. وهروح بقى حطها على الناحية المفتوحة وهلفها كده في ايدي، هلاقيها من تحت كمان اتقفلت زي ما انتوا شايفين. ضغطة كده خفيفة، ضغطتين كده ابطط كده الكحكاية معايا. وهبدأ بقى اشكلها. عايزة تشكليها ليكي كذا طريقة في تشكيل الكحك الجميل ده. انا بعمل لها تجويف كده في النص عشان تديها شكل جمالي. وهبدأ اعمل لها بالمنقاش، منقاش الكحك اللي كلنا عارفينه، اعمل لها شكل. الكاميرا اكلت النقشة المرة دي، بس انا هوريها لكم. شايفين النقشة شكلها ايه؟ جميلة جدا. وهقول لكم البديل اللي ممكن يتعمل بيه للي ما بيعرفش ينقش الكحك. هنشوف مع بعض ممكن نعملها بايه. هجيب قطعة تانية كده معاكم وهبدأ ان انا ابططها كده وافردها علشان احط الاول جواها العجوة. اضغط على العجوة كده شوية. شايفين العجوة طرية ازاي؟ وهلم من الجوانب كده اغطي قطعة العجوة، وهبدأ اقلبها على الفتحة اللي تحت وهلفها كده. هلاقيها اتلحمت معايا كمان من تحت ومن فوق اهي. خلاص ضغطتين كده خفيفين، يعني ضغطة خفيفة كده عشان افردها وهبدأ اشكلها. عملت لها تجويف خفيف كده وبعدين هبدأ انقشها بالمنقاش. طبعا انت لو مش حابة الشكل ده ليكي هقولك دلوقتي تعمليها ازاي، يعني لها كذا طريقة بالمنقاش بتاعنا العادي، منقاش الكحك. وهبدأ اشكلها كده واحدة واحدة. شايفين؟ سهل جدا مفيهوش اي حاجة وبسيط وكل البساطة. مش عايزة اقول لكم كان كمان طعمه شكله ايه. شكلته كده بالمنقاش الشكل اللي انت عايزاه واللي انت حباه، ولا بقى تخمير ولا وجع دماغ ولا اركن العجينة تخمر. ده سهل جدا وبسيط. وبرضو بإذن الله هنعمل مع بعض الكحك بتاعنا العادي بالبودر. مش هعمله بالخميرة، هعمله لكم بكده وبكده عشان اللي حابب يعمله بالبودر يعمله، واللي حابب يعمله بالخميرة يعمله. طبعا دي النقشة بتاعتنا. في بقى اللي حابب يعمله اللي مش عارف ينقش بالمنقاش، هوريه دلوقتي طريقة تانية سهلة جدا وبسيطة، مش هتاخد منه وقت خالص. هتفردي العجينة كده يا ست البنات في ايديكي، وهتحطي العجوة وهتقفلي عادي زي ما بنقفله خالص زي ما احنا شايفين كده. عندك اي شكل ممكن تشتغلي بيه. اول حاجة عندنا بصمة الكحك العادية اللي موجودة في اي بيت وفي كل حتة دلوقتي. تعملي بيها، يعني ممكن ببصمة الكحك هتشتغلي بيها وهيطلع معاكي شكل جميل وزي الفل زي ما احنا شايفين كده. جبت البصمة وضغطت عليها وادتني شكل جميل قوي في الكحكاية بتاعتي. ما عندكيش بصمة الكحك، لو عصارة البرتقان او عصارة الليمون، شوكة، سكينة، اي حاجة عندك موجودة في البيت في المطبخ، هتفكري كده وهتجيبيها تشكلي بيها الكحكاية بتاعتك. طبعا عملت الكمية بتاعتي كلها. في الوقت ده هكون مجهزة الفرن على درجة حرارة متوسطة، وهدخل بقى الجمال ده على الشبكة في النص. تابعيه لان هو ما بياخدش وقت خالص. اول ما تلاقي كده من تحت بدأ يلون معاكي،
هتبدأي تخرجيه. طبعا ده مش زي الكحك العادي بتاعنا بيبقى ناعم قوي ومش قادرة تحركيه غير لما يبرد. لا 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 خالص. دقيق البسبوسة ده بيبقى ماسك نفسه شوية وبيبقى جميل جدا، طعمه جميل جدا في الأكل. سبته برد وزي ما انتوا شايفين ناعم ازاي، شايفين بيتكسر معايا ازاي بكل سهولة ومش تقيل خالص بجد، يعني كان خفيف جدا. عايزة بقى تزودي الجمال وترشيله كده حبة من سكر البودرة، تزودي الجمال بتاعه جمالين. مش عايزة اقولك بقى الطعم روعة روعة فعلا بجد. طعم مختلف كده وتحسي ان انتي بتاكلي حاجة، إيه يعني حاجة جديدة وحاجة لذيذة وخفيفة كده. كان بكوباية الشاي لو خدتيلك كحكتين من دول مش هيتعبوكي بجد، مش هيتعبوكي خالص، غير الكحك التقيل بقى اللي احنا عارفينه كحك العيد والكلام ده. انا عايزاكم تجربوا طريقة الكحك الجميلة دي والسهلة والبسيطة دي. ممكن كمان تحشيه ملبن لو حابة، مش لازم تحشيه عجوة. لو انتي مش حابة العجوة ممكن تحطي ملبن بدل العجوة، بيبقى رائع فعلا والله بجد. جربوه هيعجبكم، انا متأكدة ان هو من سهولته هتقوموا تعملوه لان هو سهل جدا وبسيط مفهوش حاجة. يعني 10 دقايق كده هتكوني مخلصة العجينة وبادئة شغل فيها. حبايب قلبي، لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك واشتراك، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد وبألف هنا.